ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا النهارده شفنا كمان مباريتين، فولهام مع ابسويتش تاون، وبصراحه كانت مفاجأة كبيرة ان احنا نشوف فريق زي ابسويتش تاون بصراحة يعني يتقدم على فريق زي فولهام ويحرجه، وكمان فولهام في الاخر قدر يتعادل من ضربتين جزاء لراؤول خيمينيز، وهنتكلم عن راؤول خيمينيز بعدين شوية لقدام كده. وكمان المباراة التانية اللي شفناها اللي كانت بتجمع طبعا بالليفربول ومان يونايتد، والكل بصراحة كان متوقع المباراة تطلع بنتيجة يعني 3-4-0 على الأقل لفريق ليفربول، لكن للأسف المباراة طلعت 2-2، نتيجة مخيبة. هي لما تيجي تبص لها من ناحية الفانتزي هي بصراحة مفيدة من كل شيء لينا. واحد هيقول لي ازاي يا عم مفيدة؟ ازاي؟ هقول لك مفيدة ازاي. مفيدة. أول حاجة ليفربول لو كان فاز المباراة دي بعد تعادل الأرسنال، تعادل تشيلسي، طبعا السيتي بعيد، كنا هنشوف المباريات اللي قدام شوية كده لقدام. صلاح مش هيلعب، جاكبو مش هيلعب، هيبقى في روتيشن كتير، هيبقى في راحة لأكتر اللاعبين، مش هيبقى في قلق على الدوري، هيلعبوا مش اللعب اللي تقدر تستفيد منهم. كان يعمل لنا مشاكل كتيره خاصه في مباريات الدبل جيم ويك اللي عندنا، ممكن كنت تشتري اللاعب على اساس مباريات الدبل جيم ويك، فنتيجه الفوز المتتالي كان ممكن يلعبوا مباراه ويريحوا مباراه، فده كان هيضرنا كلنا. تاني حاجه لما يكون في منافسه على الدوري لسه موجوده، يعني زي كده مثلا الارسنال كده يبقى عنده امل، السيتي عنده امل لو كمل في نبره الانتصارات، ده كله في مصلحتنا، على اساس ان طبعا كده هتدي قوه للفرق اللي نختار منها. يعني هنشوف السيتي بيرجع بلعبته، هتبقى في اللعبه احلى واجمل من كده. كمان الارسنال هنشوف كمان بيرجع تاني وبيتالق وبيفوز. فعلشان كده يا شباب عايز اقول لكم حاجه واحده، لو انت قدرت تحصل في الجوله دي على ما بين 75 نقطه ل 80 حاجه و80 انت كده كويس. بلاش يعني تحاول تغير في لعيبتك كتير، بلاش انك تحاول تعمل تبديلات او تغييرات او سوالب. او انا عارف ان في ناس كتيره شافت لعيبه كتيره جابت نقاط، يعني ناس ما عندهاش مبويمو وتقول ياه انا كان نفسي اجيب مبويمو او عايز اجيب مبويمو. في ناس ما عندهاش ويسا تقول لك ياه كان نفسي اجيب ويسا في الهجوم افضل مثلا من اللعيب اللي عندي. طبعا انا عندي ايزاك ما عملش حاجه كويسه زي كل جوله، كان شيء في ناس احسن منه زي طبعا راؤول خيمينيز الراجل اللي قادر يجيب ضربتين جزاء، زي مثلا ويسا اللي قدر يطلع ب 11 نقطه، زي مثلا هالاند اللي قدر يطلع ب 13 نقطه. في لعيبه كثيره طبعا تالقت في الهجوم، في لعيبه كثيره تالقت في خط الوسط، فالناس كلها نفسها تشتري اللعيبه دي. طب انا عايز اشتري منهم، طب مش عارف عايز اعمل ايه. هقول لك لا، يعني لو سمحت اقف هنا لحد كده وشوف، لو انت فعلا قدرت تحصل على 75 نقطه من خلال الجوله اللي فاتت دي او الجوله اللي احنا بنلعب فيها ما بين 75 ل 80 نقطه، خلاص حافظ على تغييراتك، معنى كده ان انت عندك جوده لعيبه كويسه. معنى ان اللعيبه تجيب لك 75 80 نقطه دي على فكره حاجه مش قليله ولا حاجه سهله. في ناس انا شفتها جايبه 39، في ناس شفتها جايبه 40 نقطه، في ناس جايبه 23 نقطه. يعني انت لو وصلت ل 75 ال 80 فانت كده فوق الممتاز، خلاص ما تدورش على انك تبدل او تشتري لعيبه جديده. اما لو انت من الناس اللي هي جابت نقاط قليله مثلا من 50 او ال 60 لتحت، لا في الحاله دي فعلا انت عندك حق ان تبدا تدور على اللعيبه اللي تالقت، اللعيبه اللي عملت حاجه، نبيع من اللعيبه بتاعتنا نشتري لعيبه جديده. انا معاك في الكلام ده، في لعيبه فعلا عايزه تتغير ما تكونش موجوده في تشكيلاتنا، في لعيبه بتتالق بقالها اكتر من جوله لازم نشتريها. فعلشان كده انا بقول لك لو انت جبت 75 فما فوق فانت معنى الكلام ده ان انت جوده لعيبتك كويسه، ما تحاولش تغير فيهم كتير، ما تحاولش تعمل تبديل كتير، مش هتستفيد. ممكن نفس اللعيبه الجوله الجايه تتالق معاك، ممكن تروح تشتري لعيب ما يعملش حاجه. علشان كده يا شباب ركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده، فعلا لو انت جايب نقاط كتيره فوق ال 75 اثبت على موقفك، ما تبدلش في لعيبتك كتير، بالكتير خلي تغيير واحد لو واحد عنده مباراة سهلة. وبعدين هو ما فيش مباراة سهلة، مباراة صعبة على فكرة يعني. كلنا شفنا واحد زي مثلا يعني ليفربول على قوته قدر يدخل فيه هدفين، كلنا كنا متوقعين ان محدش هيعمل حاجه من مانشستر يونايتد، ومع ذلك شفنا برونو فرنانديز بيتالق، شفنا طبعا امادو ديالو بيتالق، شفنا مارتينيز بيتالق، شفنا جرناتشو بيتالق. فمش معنى كده ان انت عندك لعيبه زي كده ان انت تروح تبيعها. شفنا ويسا بيتالق، في ناس تقول لك طب ما انا عندي ويسا ومبويمو مثلا المباراه اللي جايه اللي هيلعبوا السيتي والمباراه اللي بعدها هيقابلوا ليفربول، طب ما انا ابيعهم واستفيد احسن واجيب لعيبه عندها مباريات سهله. بقول لك لا، يعني ما تمشيش ورا احساسك ده. بصراحه مبويمو وويسا لو عندك ما يتباعوش، مش هتفرق عندهم مباراه كبيره ولا مباراه صغيره. السيتي سهل ان واحد زي مبويمو او ويسا يسجل فيه، ليفربول سهل واحد زي ويسا او مبويمو يسجل فيه. الفرق دي بتلعب يعني لعب مفتوح، علشان كده
ما انصحكش تبيع ويمو او ويسا ابدا، حتى لو عندهم مباريات صعبه، وخاصه ان كمان بعد المباراتين دول هم عندهم حوالي 7 8 مباريات سهله هترجع تدور عليهم تاني. عشان كده يا شباب ما يغركش المنظر اللي انت بتشوفه، ما تبدلش كتير في لعيبتك. انا زي ما بقول لك، لو انت جبت مجموعه نقاط كتيره خلي لعيبتك زي ما هي. يعني لو عندك مثلا من الناس اللي عندها موبيمو وعندها ويسا، خلاص اثبت على كده بقى، بلاش تفكر تبيعهم. عندك بالمر خليه برده زي ما هو. لو كان عندك راؤول خيمينيز خلاص زيه، لو مش عندك ما تفكرش تشتريه. ما تفكرش تشتريه في حاله واحده بس. لو انت مثلا عندك واحد زي مثلا ويسا، هتبيع ليه راؤول خيمينيز وتروح هتبيع ليه ويسا وتروح لراؤول خيمينيز؟ لو عندك واحد زي جاكبو مفيش داعي. لو عندك واحد زي ايزاك، لو عندك واحد زي كونيا اللي هيرجع طبعا في الجولات القادمه، لو عندك واحد زي كريس وود، انا شايف ان المهاجمين اللي موجودين حتى جابرييل خيسيوس برضو الراجل مسيره هيعمل، مره بيعمل مره ما بيعملش. يعني احنا شفنا مثلا راؤول بيتالق هو ويسا، ممكن الجوله الجايه نشوف مثلا كونيا هو اللي بيتالق هو مثلا واحد تاني. هالاند طبعا هيفضل على مستوى ثابت. الحاجات الوحيده اللي انا اشجعك ان انت تروح تشتريها مثلا بعض اللاعبين اللي هي مش موجوده عندك. يعني لو هتقول لي مثلا هتخلص من بالمر وراح اجيب واحد زي هالاند، انا معاك، دي تمشي وتنفع تعملها. ليه؟ من الواضح كده ان خلاص واحد زي هالاند هيبدا يرجع لفورمه المباريات، هيبدا يرجع ينافس على الهداف تاني. هنشوف حاجات كتيره من هالاند في الفترات اللي جايه، انا معاك تعمل التبديله دي. وعلى فكره عادي ممكن يكون عندك بالمر وصلاح وهالاند الثلاثه في تشكيله واحده، وايزاك كمان الرابع، ممكن تقدر تجمع بين الاربعه دول، بس هتقلل شويه في بعض المراكز. هتقول لي طب وانا هستفيد؟ لا عادي، في بعض المراكز بتتالق. يعني ما فيش مشاكل يكون عندك الاربعه دول وتخطف اتنين، واحد زي روجرز اللي سعره ممتاز وعنده مباريات سهله، تخطف معاه واحد زي ايوبي برضه مباراته هتكون سهله، تخطف واحد زي اسماعيل يسار، تخطف معاه واحد زي مثلا جرناتشو، تخطف واحد زي امادو ديالو. كل دي لعيبه هتعمل حاجه الجولات اللي جايه. يعني لو انت عاوز تظبط تشكيلتك باللعيبه دي. واحد تاني يقول لك لا طب انا مش عايز الزيطه دي كلها، انا عايز هالاند ومش عايز بالمر. واحد يقول لك لا انا عايز بالمر وصراحه ومش عايز هالاند. المهم ان في نهايه الكلام ان انت لو عندك كواليتي لعيبه هيجيب لك 75 نقطه كل جوله، خلاص ما تفكرش تبيع ولا تشتري. لو هتحسن شويه انا معاك. يعني لو عندك واتكنز مثلا، واحنا عارفين واتكنز خلاص ما عملش الجوله اللي فاتت، مش علشان واتكنز وحش، ولكن علشان واتكنز هيدخل طبعا في روتيشن تاني مع دوران. انا معاك لو انت هتتخلص من واحد زي واتكنز مثلا وتروح زي واحد زي جاكبو، وتروح واحد زي لويسا، هتروح زي واحد مثلا كريس وود، حتى هتروح واحد زي راؤول خيمينيز اللي عنده مباريات سهله، انا معاك في الحركه اللي زي كده. هتتخلص مثلا من بعض اللعيبه اللي هي العقيمه في فرقتنا. لو هتتخلص من مدافعين بسعر غالي مثلا وتروح للاعب في خط الوسط مثلا يرفع معاك شويه. لو عايز تتخلص حتى مارتينيلي بلاش تتخلص فيه. مش معنى مارتينيلي انه قاعد احتياطي المباراه اللي فاتت ان ممكن المباراه الجايه تشوف احتياطي، بالعكس احنا ممكن نشوف مارتينيلي قدام توتنهام. الراجل قاعد احتياطي المباراه اللي فاتت، معنى كده ان هيلعب مباراه توتنهام كامله، وتوتنهام بتعاني على كل المراكز. يعني ممكن نشوف واحد زي مارتينيلي وواحد زي جابرييل خيسوس ممكن نشوفهم بيتالقوا. يعني انا شايف ناس كتير ممكن تكون بعدت جابرييل خيسوس وجابرييل مارتينيلي على اساس ان ما عملوش حاجه الجوله اللي فاتت، وكان مارتينيلي قاعد احتياطي. في الجوله الجايه امام توتنهام ممكن نشوف واحد زي خيسوس وواحد زي مارتينيلي بيكسروا الدنيا، كل واحد فيهم بيحرز هدف او اتنين. عشان كده بقول لك لو جبت 75 نقطه اثبت على تشكيلتك، بلاش تغير، بلاش تمشي ورا عقلك، بلاش تمشي ورا اهوائك، بلاش تغير في تشكيلتك، بلاش تبهدل الدنيا. اما لو انت جبت اقل، لا انا معاك كده، معنى كده ان في مشاكل كتيره في فرقتك، في عيوب كتيره في فرقتك، حاول تعدلها، حاول تصححها. زي ما قلت لك لو هتروح لواحد زي هالاند انا معاك، لو هتروح لواحد زي ايزاك انا معاك، لو هتنزل من واحد زي واتكنز واحد زي مثلا ويسا او كوني انا معاك. حتى في خط الوسط لو هتروح لواحد زي برونو فرنانديز اللي هتكون عنده مباريات سهله الفترات اللي جايه والراجل ما عندوش انذارات خلاص رجع تاني، انا معاك. لو هتروح واحد زي امادو ديالو، واحد زي روجرز، برده كل اللعيبه دي انا معاك. لو عايز تبيع من المدافعين علشان تجيب مدافعين بسعر اقل وتستفيد باللعيبه دي في خط الوسط انا معاك. ففي تغييرات كتيره، في حاجات كتيره لازم تفكر فيها الفتره اللي جايه. اهم الحاجات اللي انت تفكر فيها ان انت تربط اللعيبه، ان انت تعمل كواليتي لعيبه كويسه تجيب لك نقاط. مش شرط ان اللعيب كل جوله يجيب لك نقاط. يعني مش معنى ان عندي مثلا 11 لعيب في الملعب ان كل واحد لازم فيهم يحرز هدف. حتى المدافعين عايز المدافعين يطلعوا كلهم كلين شيت، وعايز المدافعين كلهم يحرزوا اهداف. عايز خط الوسط كله يحرز هدفين مع اسيست، عايز المهاجم يحرز هدف مع اسيست او هدفين مع اسيست. طبعا ده عمره ما هيحصل لا في كره القدم ولا في الفانتزي، ولكن كل اللي يهمك في القصه كلها ان انت تجمع 75 نقطه كل جوله. لو عرفت تجمع كل جوله 75 نقطه صدقني انت كده هتفضل تعلى وتعلى وهتنافس على الاوائل في العالم. لو الدنيا خسعت معاك ونزلت ال 50 55 40 اذا ما كانش النزول عام. يعني احيانا مثلا بنشوف جوله اقصى واحد فيها بيجيب مثلا 30 نقطه 35 نقطه، دي بتبقى على العام.
الجوله دي مفيش مشاكل برضه، اثبت على موقفك. لكن لو حسيت مثلا في فتره ان الناس كلها بتجيب بال70 وال80 نقطه وانت مش قادر تعدي ال50 نقطه لمده جولتين ثلاثه، لا هنا لازم تعمل ستوب وتبدا تعيد صياغه فرقتك حتى لو تستخدم الوايلد كارت وتظبط الدنيا. عشان كده يا شباب اصبروا على تغييراتكم، اصبروا لما نشوف الدنيا. لسه الجوله الجايه قدامها نلعب يوم 14، في ناس هتتصاف، في ناس هتغيب، في ناس هتبقى فيها روتيشن. اصبروا شويه على التغييرات، وهنقول لكم مين اللعيبه الكويسه اللي تبدا تفكر فيها. هنقول لكم كل حاجه في الفتره اللي جايه. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.